السلام عليكم. إذا كنت من مشجعي النادي الأهلي وللمرة الأولى تشاهد قناة الأهلي سبورت، فضلا ليس أمرا، اشترك في القناة ليصلك كل جديد. جمهور النادي الأهلي في الوطن العربي وفي كل مكان مع أخبار الأهلي اليوم. مفاجأة طريقة لعب وتكتيك الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو أمام بالميراس، وهي على عكس الطريقة التي لعب بها أمام إنتر ميامي، وهي مهاجمة فريق ميامي من الدقيقة الأولى في المباراة، ولكن أمام بالميراس الفريق الذي يعتمد على التحولات السريعة من وسط الملعب لمهاجمة الخصم، ولذلك سيترك ريبيرو اللعب لبالميراس ويقوم بعكس الأدوار بالاعتماد على زيزو وتريزيجيه بالتحولات الهجومية السريعة. بحسب ما ذكره موقع اليوم السابع، فإن خوسيه ريبيرو رفض اقتراحا بالدفع بيحيى عطية الله على حساب الثنائي أحمد نبيل كوكا وكريم دبيس، نظرا للخبرة التي يمتلكها اللاعب المغربي، إلا أن المدرب تمسك بقراره باستبعاده من حساباته بعد الاستقرار على عدم تفعيل بند شراء عقده من نادي سوتشي الروسي. تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام بالميراس في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية. يلتقي الأهلي نظيره بالميراس على أرضية ملعب ميت لايف، وذلك يوم الخميس الموافق 19 من يونيو في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. الأهلي بقيادة المدرب الأسباني خوسيه ريبيرو من المتوقع أن يدخل بالتشكيلة التالية: في حراسة المرمى محمد الشناوي، وفي خط الدفاع ياسر إبراهيم، وبجانبه أشرف داري، وفي الظهير الأيمن محمد هاني، وفي الظهير الأيسر كريم دبيس، وفي خط الوسط مروان عطية وحمدي فتحي، وفي صناعة اللعب محمد علي بن رمضان، وفي الجناح الأيمن سيد زيزو، وفي الظهير الأيسر محمود حسن تريزيجيه، وفي خط الهجوم وسام أبو علي. ما هي توقعاتكم لنتيجة المباراة؟ أرجو أن تكتبوا ذلك في التعليقات أسفل الفيديو.